سي حسن، ندخلوا 2026 للمبارزة. نتائجنا باهية كانت في 2025 تقريبا نجاح على المستوى الفني. 2026 كيفاش ندخلوه؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمبارزة ما يخفاكش انه اليوم منتخب مع عدا بعض الاسامي الكبار اللي نعرفوهم فارس او احمد وبعض اللاعبين، لكن منتخب شاب. السنة في 2025 عملوا بعض الدورات وبأرهنوا اللي هما فما نواة لاعبين واعدين وعملوا نتائج طيبة. ان شاء الله 2026 بالتأكيد. 2026 كذلك فما الالعاب الاولمبيه للشبان، ففرصه لبعض الشبان اللي هما في الاصناف الاقل من 17 سنه اللي هما باش ينافسوا على الترشح للالعاب الاولمبيه. ان شاء الله نكونوا موجودين بطبيعه الحال في الالعاب. معناها تونس كان ديما في المبارزه ديما متواجده، ان شاء الله نكملوا على المنوال ولما لا كذلك نقربوا او نتوجوا اصلا، علاش لا ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. من الإدارة الفنية إلى العضو الجامعي شنو اللي تبدل سي حسن؟ بطبيعه الحال كنت انا قريب الحقيقه من المكتب الجامعي قبل لما نشوف المهام نشوف فيها كيفاش. اما الخطه واضحه تو. خطه اي اليوم خطه واضحه، لكن تجربه جديده. جيت بخبره، بعدت عام عاودت رجعت منظور اخر بفكر اخر، نحاولوا ان شاء الله نعاون. الفكره الاخرى شنو معناتها؟ كانت عندك تجربه في الخليج ومن بعد رجعت لتونس، شنو الفكره اللي جيت بها؟ تقريبا اما قعدت قريب قريب معناتها قريب من الملعب، قريب من المبارزه، لكن خلينا نقولوها مثالش اليوم على مستوى البلدان الخليج اتطوروا ولات الرياضه معناها اداره كامله، منهج عمل، طريقه عمل. احنا من اصلنا نعملوا البرمجه نتاعي، لكن الاشكال قعد ما قبل ديما مشكله المال قوام الاعمال. غادي تلقى وقت اللي تعمل البرمجه نتاعك تلقى المال قاعد يساعد هو اللي يخليك تنجح. لكن غاديك قربت اكثر معاهم على مستوى التنظيمي والاداري زاده. وحاولت من شيره نعطي للخبره نتاعي، لكن زاده من ناحيه ثانيه كسبت الخبره. فما زاده ناس اجانب كانوا معنا على مستوى في الاداره اللي كنت معاهم. فما من اسبانيا، فما ناس من العالم اجمع تقريبا، من المانيا كنا موجودين على مستوى الاطارات الفنيه. بطبيعه الخبره هذيك نحاولوا اليوم نوظفوها ونحاولوا نساعدوا هنا، وان شاء الله تجربه جديده تكون ناجحه ان شاء الله.